السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زي ما احنا شفنا كده ازاي بنختبر الموبينه او الاجنيشن كويل او الكويلات بتاعه العربيه او السياره بتاعتنا. العربيه بنلاقي الكويلات بتنفس معانا زي ما احنا شايفين كده، بتضرب الكهرباء بتاعتها بره، وبالتالي بتخلي عزم العربيه ضعيف جدا وصاحب العربيه ضعيف، وبالتالي بتلاقي في رجه كبيره جدا ودرجله في العربيه عشان ما بتحرقش بانتظام، وكمان بلاقي ريحه بنزين ني في العادي. فبختبرها بطريقه بسيطه جدا زي ما احنا شفنا كده. بفك مسمار 10، العربيه اللي موجوده معانا كيا سيراتو موديل 2010 او كيا فورتي، بفكها واختبرها بلاقيها بتنفس الكهرباء بتاعتها بره. فانا الموضوع بسيط جدا غير معقد فنيا خالص، فانا ممكن اختبرها بنفسي. لقيت الموبينه بتضرب كهرباء بره، يبقى انا هحتاج ان انا اغيرها، بالاضافه ان انا بفك البوجيه نفسه او السبارك بلاج او البواجي وبشوفها محتاجه تتغير كمان بغيرها، فبغير الاثنين مع بعض وبحل المشكله تماما، والعربيه تظبط معايا وترجع لادائها الطبيعي خالص، وبس كده. طبعا بعد ما شفنا المباين منفسه كده ومهربه الكهرباء بتاعتها، هنجيبنا طقم مباين جديد للعربيه زي ما احنا شايفين كده، 4 مباين، مبينة 2 3 تمام، وادي الرابعه. وطبعا طقم البوجيهات اللي فيها برده مستهلك، فاحنا جبنا طقم بوجيهات اصلي للعربيه. نبدا نركبهم ونجرب وان شاء الله المشكله تتحل. زي ما احنا شايفين كده في الصوره دي المبايه الاصليه بتاع العربيه، التوبي 010 نفس ماركه هيونداي وكيا، الاصليه بتاعتها يورا. ببدا اركب الاربع مباين، وطبعا ركبت البوجيهات الاصليه بتاعتهم، واجرب العربيه واتاكد ان العزم العربيه بقى تمام والمشكله اتحلت. نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.